ازيكم يا حبايب قلبي؟ النهارده ان شاء الله هنعمل فيديو جديد. هنعمل ايه؟ هنصلي على النبي النهارده، وهنعمل المصارين اللي هي الممبار ان شاء الله مع بعض. انا هقلبها اهيت معاكم، وهنعمل الممبار، وهنعمل النهارده محشيات مشكله. هنشوف هنعمل ايه النهارده. انا هقلب الممبار معاكم. واول حاجه ببعت التحيه كلها لحبايبي اللي من بره واللي من جوه مصر كلهم، بجد بشكركم كلكم يا حبايب قلبي على الكلام الجميل اللي انتوا بتكتبوا لي في الكومنتات. بجد ربنا يا رب يفرح قلبكم زي ما بتفرحوا قلبي. والله العظيم انا بفرح جدا بكلامكم. الكلام اللي انتوا بتكتبوا لي انا بفرح بيه جدا. ربنا يفرح قلبكم زي ما بتفرحوا قلبي. ما تنسوش يا حبايب قلبي اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وشجعوني عشان اعمل لكم فيديوهات كتير حلوة. النهاردة ان شاء الله بقى معانا ايه؟ هنعمل الممبار وهنعمل محشي معاه. هنشوف هنعمل محشي ايه معاه. احنا هنعمل كل حاجة مع بعض النهاردة. المصارين دي يا حبايب قلبي اللي انا جبتها ووريتها لكم في فيديو، بس الحقيقة الولية غشتني فيها. ليه بقى؟ اما جيت هنا لقيتها، شوفوا زي ما انا هوريكم كده، منبار رفيع خالص. بصوا، واحد رفيع خالص زي ده كده، واحد تخين مشكلاها مش مدياهولي كله مقاس واحد. بس الصراحه عشان انا كنت شايله الحاجه على دماغي ما شفتش الحاجه حطيتها ازاي. هي ورتني الرفيع دوت وقالت لي بصي عامله ازاي ومش عامله ازاي وكده، ورتها لي. انا قلت لها خلاص حلوه، وامنتها وقلت لها خلاص وزنيهم وحطهم في شنطه. وزنتهم وحطيتهم ليا في شنطه. اما جيت هنا بطلعهم لقيتهم الحقيقه واحد طويل تخين واحد رفيع، يعني منبارة زي دوت كده رفيع ومنبارة تخينة. قلت مش مشكلة انا هعمله برضه، بس دي مرة واتعلمتها ومش هجيب من الولية دي تاني. انا بقول لي حبايب قلبي الكلام دوت عشان حبايبي اللي بيجيبوا يقلبوا في الحاجة قبل ما يجيبوها، ما يعملوش زيي ويروحوا يجيبوا كده من غير ما انا امنتها وقلت لها حطي وخلاص. بس الحقيقة هي غشتني وحطتها كل واحدة شكل، منبراية تخينة ومنبراية رفيعة. يعني اللي انا لسه حطاه في المية اللي في الاول دوت رفيع تخين، اما اللي معايا ده رفيع. استنى هملهولكم مية هتشوفوا دلوقتي الرغم. بصوا انا بعملها الحقيقة، انا بقطعها وانا بعملها كده، بس انا بوريها لكم كده كده هعملها. بصوا يا حبايبي، بصوا بصوا دي رفيعه ازاي، جميله جدا. بصوا دي رفيعه ازاي، دي تخينه ازاي. يعني هي واحده تخينه واحده رفيعه. ومعايا ايه؟ معايا هنا بتنجان اهو، هقوره وهجهزه بردك للمحشي. بصوا البتنجانه قد ايه. انا بقى قايله لكم ان انا بحب البتنجان الصغير دوت. هعمله وهنجهز للمحشي مع بعض كل حاجه يا حبايب قلبي. هنا يا حبايب قلبي بعمل ايه؟ بسلق الكرنب اهوت، وحطيت قليت وخدعت اهو، قليت وخدعت وبسلق الكرنب وهور البتنجان وبغسل المصارين. هعمل كله وهنعمل المحشي طوالي بقى مع بعض كده يا حبايب قلبي. انا عملت قلبت المصارين، حطيت لها ليمون ودقيق وملح وخل ونقعتها فيه، وهرجع تاني بقى اقلبها واقطعها واقولها لكم وانا بحشيها. بصوا يا حبايب قلبي انا قطعت المصارين اهي وحطيتها في ميه وملح وليمون وخل زي ما انا قلت لكم اهي. بصوا قطعتها كلها المقاسات اللي انا هحشيها اهي. بصوا هسيبها شويه كده على ما اجهز الحاجه واجهز الرز والحاجه. انا غسلها قبل كده بردك بملح وليمون وخل، بس غسلتها قبل ما اعينها في الفريزر، وما بطلعها برجع اغسلها تاني. انا هعملها كده يا حبايب قلبي وهرجع تاني بقى اغسلها تحت الحنفيه ونحشيها مع بعض. بصوا يا حبايب قلبي بقى انا هقطع الكرنب اهو كده. بصوا
بقطعه كده واحطه. انا غسلته بردك كمان مره لما طلعته من الميه، انا بغسله مرتين اهو. اقطع كده واحط، اقطع كده واحط. هو ده تقطيع الكرنب يا حبايب قلبي. هخلص الكميه وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايب قلبي، انا عملت اهو، قلبت الرز عملته بس نقصته عشان ما ينفعش رز المحشي احطه مع رز المصارين طبعا، عشان بردك يعني انا غسلاها ومنضفاها بس بردك عشان الزفاره. بصوا اهي انا مش شايلاها رز قوي. بصوا يا حبايبي انا هخليها كده اهي كده. انا الحقيقه بعبيها بايديا، انا مش عارفه بقى، في ناس بتعبيها بقمع، بتعبيها بحاجات، بس انا بعبيها كطوالي كده بايديا. بشكر يا حبايبي كل اخواتي وحبايبي اللي بيدعموني. بصوا يا حبايبي اهو، بصوا كده انا مش شاملاها قوي. هخلص الكميه كلها وارجع لكم عشان الفيديو ما يطولش عليكم. بصوا يا حبايب قلبي انا خلصت محشي السجق وبحشي بقى البتنجان. انا خلصت الطوير وغسلته. انا بنقي البتنجانه اللي هي الكبيره شويه تحت. تعالوا بقى نحط ايه المصارين احنا حشيناها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايبي بقى انا هعمل ايه، همسك واحد واحد كده اهو كده. انا هنحط كله يا حبايبي زي ما اوريكم كده وهرجع لكم تاني. بصوا يا حبايب قلبي بصوا ده اللي انا مقطعاه الصغير، اما التاني ينعمل هوريهولكم. بصوا يا حبايب قلبي محشي البتنجان رخر اهو قرب يستوي. والسجق بسم الله ما شاء الله رخر استوى. انا طلعت منه جزء يعني شويه اللي انا وريتهم لكم اللي كان مقلي، طلعتهم لجوزي وقليتهم عشان هو كان جاي من الشغل ولسه ما كانش استوى. دلوقتي خلاص كله الاكل استوى بقى، المحشي خلاص اتشرب اهو. هعمل ايه بقى، هنزل الدبل وهنعمل محشي البتنجان الكرنب.
هسقيه وارجع لكم تاني يا حبايبي. بصوا يا حبايب قلبي المحشي غلي كله اهو، محشي الكرنب. بس معلش بقى الاضاءه مش حلوه لان الكهرباء قطعه. بصوا هو خلاص غلي رخر اهو. عندي بقى ما يستوي كله هوريكم الاكل بعد ما يخلص يا حبايب قلبي. بصوا يا حبايب قلبي بقى انا هقلي الممبار دلوقتي. المحشي خلاص بيستوي اهو. اهو ومحشي الباذنجان خلاص برده استوى ونزلته. محشي الباذنجان اهو استوى ونزلته. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنقلي بقى الممبار مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايبي بقى انا هقليها. النوبه اللي فاتت انا عملته قبل كده. النوبه اللي فاتت النهارده قلت لكم الفيديو اتمسح بس حطيته في الفرن واحمر في الفرن. بس انا النوبه دي قلت لا هقليه في الزيت عشان يبقى قدام حبايبي. اما الاذان يخلص هرجع لكم تاني. بصوا يا حبايب قلبي شكله بقى عامل ازاي بقى. اتغير اهو لونه. هو خلاص كده ابتدى خلاص يحمر كده. هطلع بسم الله. بصوا يا حبايبي شكله عامل ازاي. عشان الرفيعة هي اللي احمرت الاول. بصوا يا حبايبي شكله عامل ازاي. شكله جميل جدا. هو فعلا تخين والمرة غشتني فيه بس جميل وطعمه لذيذ جدا. بصوا هنحط بقى بقيته. هحطه يا حبايبي وارجع لكم. بصوا يا حبايب قلبي انا هعمل اسفه. هقلي محشي البرنجان برضك على قد ما احنا ناكل. هقلي عشان عندنا كريم ابني بيحبه مقلي كده وهو قال لي يا ماما بقليه مع الممبار انا عايزه مقلي. قلت له حاضر. انا هقليه بقى النبادي كده هقليه. انا بحب احطه كده بصراحه بيبقى جميل وبيبقى طري بس هو عايزه مقلي. قلت له حاضر. هقليه له بقى وهحطه بردك واوريه لكم من الاخر. بصوا يا حبايبي محشي البتنجان قد رفع. بصوا انا هخلص قليه واوريكم بقى الاكل بعد ما اخلص. بصوا يا حبايب قلبي انا خلصت اهو. خلصت السجق المصارين الممبار زي ما انتوا بتسموها. انا مش عارفه هي انتوا بتسموها عندكم ايه. احنا ممكن نقول عليها مصارين ممكن نقول منبار ممكن نقول سجق. يعني احنا بنسميها اي اسم. امال عندكم انتوا انا مش عارفه هي اسمها ايه عندكم. بصوا حبايب قلبي شكلها عامله ازاي. بصوا جميله جدا.
وما استوت بقى بقت جميلة وبقت كلها لحم. بصوا، والطحينة برضك يعني مش وحشة، حلوة برضه. هي دي كانت الممبار بتاعنا. وبصوا المحشي البتنجان، بصوا المحشي. الكل بيقول لي انت بتعملي المحشي البتنجان صغنون قوي دي ازاي؟ انا لما بلاقي بتنجان من دون بجيبش الا ده. شوفوا بصوا شكل السبع قد ايه، مش جاي قد عقلتين صابع. بصوا هو كله. بصوا انا بحب اعمل المحشي، بحب اجيب الصغنون دون. اما بلاقي ما بلاقيش بصراحة بجيب من التاني بقى. بصوا المحشي كله جميل جدا وكله صغنون صغنون كده. انا عامله الحله اللي انتوا شفتوها قدامكم دي كلها صغنن كده. ومحشي الكرنب اهو. بصوا برده المحشي الكرنب دوت انا حاشياه انا ومنى بنتي. وطبعا زي ما انتم متعودين معايا لازم اكلنا لازم يبقى جنبه سلطه. انا احب اكل الحاجات دي كده جنبها سلطه، ما اعرفش اكل اي اكل الا جنبه يكون سلطه. مهما كانت الطماطم غاليه او الحاجه غاليه انا بحب اعمل سلطه. هو ده يا حبايب قلبي كان اكلنا النهارده. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وشجعوني عشان اعمل لكم فيديوهات كتير حلوه. ويا حبايب قلبي اللي بيخش عندي جديد خش اتفرج على الفيديوهات في القناه، هتلاقي بجد الفيديوهات هتعجبك والمحتوى جميل جدا وهيعجبكم. وقولوا لي ايه رايكم في الاكل دوت، وقولوا لي ايه رايكم في البتنجان ده. البتنجان ده بصوا اللي بيقول البتنجانه الصغيره دي بتبقى رزتها عامله. بصوا مش عارفه اقطع عشان ده ماليش ضوافر. بصوا الرزه، بصوا الرزه مفلفله عامله ازاي. اللي بيقول الرزه بتبقى معموله. بصوا الرزه جميل قوي، بس عشان الياه ماسك في عايز يتاكل كده طوال. بصوا بصوا حبايبي الرز عامله ازاي، جميله جدا. والسجق برضه يعني الناس بتعمل بالسكاكين بس انا ما بعملش السكاكين. بص انا بوريكم كده بايديا زي ما باكل، انا بطلع لكم بكل طبيعتي. جميل جدا والرزه جميله ومفلفله. بصوا يا حبايب قلبي الرزه. هو ده يا حبايبي كان في الفيديو بتاعنا. معلش انا سبت الكلام وقعدت اكل في حته الممبار. قولوا لي يا حبايب قلبي ايه رايكم في المحشي النهارده وفي الفيديو دوت. عملت المحشيات ديت النهارده مع بعضها، قلت النهارده يبقى يوم محشيات. عملت البتنجان وعملت الكرنب والممبار. متنسوش يا حبايبي بقى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وشجعوني عشان اعمل لكم فيديوهات كتير حلوه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.